بص بقى، لو انت فاكر ان مفيش ترند جديد يقدر يكسر الدنيا دلوقتي، فانت غالبا لسه ما شفتش الترند بتاع فروت لاف ايلاندز، او يعني اللي هو معناه بالعربي جزيرة حب الفواكه. هو الترند اسمه كده. الترند ده بقى ببساطة عبارة عن فيديوهات قصص قصيرة، لكن بدل البشر بيكون شخصيات كلها فواكه. زي ما انت سمعت كده، تفاحة بتحب موزة، اناناس بيغير، ومواقف دراما غريبة جدا لكن بطريقة كوميدية ومسلية تخلي الناس تتفرج للاخر. والغريب بقى ان الفيديوهات دي رغم بساطتها بتجيب ملايين المشاهدات. ناس كتيرة جدا دخلت الترند ده وعملت قنوات كامله عليه، وفعلا حققوا ارقام قويه جدا في وقت قصير. وايوه انا عارف ان انا اتاخرت شويه على الترند ده، او اتاخرت جدا، بس خليني اقول لك حاجه مهمه. التاخير هنا مش مشكله خالص، لان النوع ده من المحتوى لسه شغال وبيكسر الدنيا، ولسه قدامك فرصه تلحقه. في الفيديو ده بقى هوريك السر الكامل ازاي تعمل نفس الفيديوهات دي بالظبط باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومن غير ما تدفع جنيه واحد. ادوات مجانيه 100%، وخطوات سهله جدا تقدر تبدا بيها من النهارده. فركز معايا للاخر، لان الفيديو ده ممكن يكون بدايه قناه ترند تكسر بيها الدنيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا سونيك، عاملين ايه يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير. وحشني جدا والله يا شباب. انا عارف ان انا بقالي 3 ايام بس ما عملتش فيديو، ولكن والله بتوحشوني جدا. فيا ريت يعني قبل ما نبدا يا شباب، لو تكرمتوا يعني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، وانكم تفعلوا زر الاشعارات عشان الفيديو الجديد اول ما ينزل تكون انت من اوائل الناس اللي تتفرج عليه. ويلا بينا نبدا من غير كلام كتير. في البدايه كده يا شباب، هتدخلوا على الرابط اللي انا سايبه تحت في وصف الفيديو في اول تعليق مثبت، وهتلاقي نفسكم دخلتوا على الصفحه بتاعه جيميناي. دي عباره عن يا شباب اداه انا صممتها تقدروا من خلالها تصنعوا النوع ده من المحتوى بكل سهوله، من غير بقى ما تكتب برومت والكلام ده. الاداه دي حرفيا بتجهز لك كل حاجه من غير ما تتعب نفسك. اول ما تفتح عندك الاداه هتنزل تحت هنا وهتكتب عندك اي كلمه. انا مثلا هكتب كلمه اهلا على سبيل المثال. بعد كده تضغط عندك على انتر، وبمجرد ما تكتب كلمه اهلا بالمنظر ده هتلاقي ان الاداه بدات انها تقترح عليك بعض الافكار للفيديو بالمنظر اللي انت شايفه ده. هتلاقي ان الاداه اقترحت عليك 10 افكار مختلفه للفيديو. تقدر بقى من هنا تختار اي فكره انت عايزها، ولو انت عايز الاداه تقترح عليك افكار زياده هتنزل تحت هنا وتكتب كلمه المزيد بالمنظر ده وتضغط عندك على انتر. وبالفعل كده زي ما انت شايف هتلاقي ان الاداه اقترحت عليك افكار تانية كمان جديده. تقدر بقى تختار الفكره اللي انت عايزها. انا مثلا يا شباب عجبتني الفكره دي اللي هي رقم 6، فكل اللي انا هعمله هحدد على الفكره دي او الموضوع ده واخده كوبي بالمنظر ده، وهنزل تحت هنا واعمل بيست او لصق لفكره الفيديو اللي انا عايز اصنع منها فيديو. بعد كده هضغط هنا على ارسال بالمنظر ده، واول ما تكتب الفكره بالمنظر ده هتلاقي فعلا الاداه بدات انها تعمل لك سكريبت كامل لفكره الفيديو اللي انت عايزها. وزي ما انت شايف كده كتبت لي اوامر لتوليد الصور، وعملت لي حوالي 7 مشاهد، بل وكمان هتلاقيها كتبت لك اوامر للتحريك او اللي انت تقدر تستخدمها لتحويل الصور دي الى فيديوهات. بل كمان هتلاقي انها عملت لك فويس اوفر سكريبت او اداء صوتي، بحيث انك انت تقدر تخلي الشخصيات اللي موجوده في الفيديو تتكلم. زي ما انت شايف كده عملت لي الحوار الموجود في الفيديوهات باللغه العربيه. زي ما انت شايف كده، زي ما انت شفت كده، هي حرفيا بتجهز لك كل حاجه من غير ما تتعب نفسك تماما. ويلا بينا يا شباب نبدا باول حاجه، وهي تحويل البرومتات بتاعت الصور دي الى صور بالذكاء الاصطناعي وبشكل مجاني بالكامل. الموقع يا شباب اللي احنا نستخدمه لتحويل البرومتات بتاعت الصور الى صور هو موقع فلو، واكيد طبعا هتلاقي سايب لك جميع الروابط بتاعت كل المواقع تحت في وصف الفيديو في اول تعليق مثبت عشان ما تتعبش نفسك. اول ما تيجي تسجل بحسابك على موقع فلو هتنزلوا تحت هنا وتضغطوا على نيو بروجكت، وبعد كده هتنزلوا تحت هنا وتضغطوا هنا وتضغطوا هنا على ايمج او الصور، وهتختاروا من هنا المقاس اللي انتوا عايزينه للفيديوهات. احنا يا شباب هنختار المقاس ده اللي هو من 9 ل 16، ومن هنا هتختار عدد الصور اللي انت عايز تنتجها في المره الواحده. انا مثلا هختار صورتين، وبعد كده من هنا هتختار الموديل اللي انت عايز تستخدمه لتوليد الصور. احنا هنختار نانو بنانا 2 اللي هو ده. وزي ما انت شايف كده عمليه توليد الصور مش هتاخد مني حتى كريدت واحد، يعني حرفيا هنقدر نصنع صور بشكل مجاني بالكامل. هنرجع تاني على جيميناي وهنروح هنا عند اوامر توليد الصور، واروح هنا عند السين 1 او المشهد الاول وهحدد عليه كده واخده كوبي. هرجع تاني على فلو وهنزل تحت هنا واعمل بيست او لصق لاول مشهد بالمنظر ده، وهضغط هنا على جنريت او توليد. وزي ما انت شايف كده بالفعل بدا لنا في توليد الصور، وبالفعل في خلال ثواني هينشئ لك الصور اللي شكلها جميل جدا بالمنظر اللي انت شايفه ده. وزي ما انت كده شايف الصورتين شكلهم احلى من بعض. هتختار من هنا اي صوره تعجبك. انا مثلا عجبتني الصوره دي، فعلشان كده هطلع فوق هنا واضغط على ال3 نقاط دول. بعد كده هضغط هنا على داونلود، بعد كده هضغط هنا على 2K،
والصوره هتبدا تتحمل معايا في خلال ثواني. لو انت عايز تعمل المشهد بتاعك التاني هترجع تاني على الجيميناي وهتروح هنا عند السين رقم 2 او المشهد رقم 2 وهتحدد على البرومت بتاعه وهتاخده كوبي. هترجع تاني على فلو، هتنزل تحت هنا وتعمل بيست او لصق للبرومت رقم 2 او للمشهد التاني، وهتضغط هنا على جنريت او توليد. وده يا شباب هيكون شكل المشهد بتاعي التاني. زي ما انت برضو شايف كده الصور شكلها جميله جدا بالمنظر اللي انت شايفه ده وبدقه رهيبه. طبعا زي ما انا قلت لك هتختار من هنا افضل نتيجه عجباك. خليني برضو اشاور لكم على مشكله ممكن بنسبه كبيره انها تواجهكم، وهي مشكله عدم ثبات الشخصيات. اللي انا بقصده يا شباب ممكن لما تيجي تولدوا مشاهد تانية ممكن تلاقي شكل الشخصيات او الكاركتر شكلها يتغير. لو انت بقى عايز تقدر تحافظ على شكل الكاركتر بتاعتك او الشخصيات، في حركه جميله جدا ممكن نعملها عن طريقها نقدر نحافظ على شكل الشخصيات بتاعتنا في جميع المشاهد. هتروح على هنا على اي مشهد في الشخصيات بتاعتي شكلها مظبوطه، يعني مفيش فيها اخطاء. على سبيل المثال مثلا الصوره دي هطلع فوق هنا واضغط على الثلاث نقاط، بعد كده هضغط هنا على اد تو برومت وهتلاقي ان الصوره اتضافت عندي تحت هنا بالمنظر ده. وبكده يا شباب احنا هنقدر نستخدم الصوره دي كمرجع، بحيث لما نيجي نصنع اي مشهد تاني يحافظ لنا على نفس شكل الشخصيات دي من غير ما شكلها يتغير. وهتكتب هنا البرومت اللي انت عايزه للمشهد بتاعك بشكل طبيعي جدا او اللي انت عايز تحافظ فيه على شكل الشخصيات، وهتضغط هنا على جنريت. وبالفعل كده لو احنا بصينا هتلاقيه ان هو بالفعل قدر انه يحافظ لنا على شكل الكاركتر او على شكل الشخصيات بتاعتنا من غير ما شكلها يتغير تماما. زي ما انت شايف كده هتلاقي ان هو لابس نفس الملابس وبنفس الشكل وبنفس كل حاجه من غير ما الكاركتر بتاعتنا شكلها يتغير تماما. فانت بقى تقدر حرفيا بالطريقه دي تثبت بيها شكل الشخصيات بتاعتك لو انت يعني لقيت الشخصيات بتاعتك شكلها بيتغير من مشهد للتاني. المهم بقى كل اللي انا اطلبه منك انك تحول بقى جميع المشاهد بتاعتك الباقيه دي الى صور بالطريقه اللي احنا شرحناها من شويه. بعد ما حولت جميع المشاهد بتاعتي الى صور بالمنظر الرهيب اللي انت شايفه ده، وزي ما انت شايف كده طلع معايا نتائج رهيبه جدا وحملتها عندي على الكمبيوتر بالمنظر ده، هنروح دلوقتي يا شباب على تاني خطوه، وهي تحويل الصور دي الى فيديوهات بطريقه مجانيه تماما. وعلشان يا شباب نقدر نحول الصور بتاعتنا دي الى فيديوهات، عندنا هنا في 3 طرق هنقدر من خلالهم نحول الصور بتاعتنا الى فيديوهات بطريقه مجانيه بنسبه 100%. حرفيا مش هيخليك تدفع جنيه واحد. والتالت طريقه هتكون مفاجاه، عشان كده انت لازم تشوف الفيديو للاخر. اول طريقه هنبدا بيها لتحويل الصور دي الى فيديوهات هتكون برضو من خلال موقع فلو. ايوه هنقدر عن طريق موقع فلو نحول الصور دي الى فيديوهات، وتعالى اوريك ازاي. هنروح هنا عند المشهد الاول اللي هو يعني المشهد ده، هنروح نضغط هنا على الثلاث نقاط، بعد كده نضغط هنا على اد تو برومت، بعد كده هننزل تحت هنا وهنضغط هنا، بعد كده نضغط فوق هنا على فيديو، وبعد كده نضغط هنا على فريمز ونختار من هنا المقاس اللي احنا عايزينه للفيديوهات. احنا برضو يا شباب هنختار المقاس ده اللي هو من 9 ل 16، وبعد كده هنختار من هنا عدد الفيديوهات اللي احنا عايزين ننتجها، وبعد كده من هنا هنختار المود اللي احنا عايزين نستخدمه لتوليد الفيديوهات. وزي ما انت شايف هتلاقي موجود عندك فيه 3 موديلات للفيديو 3، هتلاقي موجود عندك فيه فاست وكواليتي ولايت. لو انت بتعرفش الموديل ده لسه متضاف جديد، واجمل حاجه في الموديل ده اللي هو لايت انه بياخد منك لتوليد الفيديو 10 كريدت فقط، على عكس فاست اللي كان بياخد منك لتوليد الفيديو 20 كريدت. يعني بياخد منك عدد كريدت اقل لتوليد الفيديو، وبدل ما كنت هتقدر تصنع فيديوهين فقط بال50 كريدت اللي موجودين معاك اللي انت بتاخدهم بشكل يومي، هتقدر دلوقتي مع الموديل الجديد بتاع لايت اللي بيستهلك 10 كريدت فقط انك تعمل 5 فيديوهات في اليوم بدل فيديوهين فقط. ده غير كمان يعني لو خلص منك ال50 كريدت تقدر بكل بساطه تضغط هنا على ساين اوت او تسجيل خروج وتسجل عن طريق اي حساب تاني بحيث تاخد 50 كريدت تاني، والعمليه دي تقدر تكررها كذا مره بحيث يعني تقدر تستخدم موقع زي ما انت عايز وتصنع الفيديوهات اللي انت عايزها. بعد ما تختار الموديل بتاع لايت بالمنظر ده هترجع تاني على الاداه اللي انا صممتها وهتنزل تحت هنا عند اوامر التحريك، وهتروح هنا عند السين رقم 1 او المشهد رقم 1 وهتحدد عليه كله بالمنظر ده وتاخده كوبي بالشكل ده. هترجع تاني على موقع فلو وهتنزل تحت هنا وتعمل بيست او لصق لاول برومت. بعد كده نرجع تاني على الاداه بعد ما احنا ضفنا البرومت بتاع التحريك، وهننزل تحت هنا عند الفويس اوفر سكريبت او الاداء الصوتي، ونروح هنا عند سين رقم 1 وهناخد اول حوار بتاع اول مشهد. هنرجع تاني على موقع فلو. بعد كده يا شباب هنروح هنا بعد النقطه وهننزل تحت بالمنظر ده. لو انت بتعرفش ازاي تقدر تنزل تحت بالمنظر ده من خلال الكمبيوتر، هتضغط عندك على زر الشيفت زائد انك تضغط عندك على زر الانتر وهتلاقيه بينزل تحت عندك بالمنظر ده. بعد كده هنعمل هنا بيست او لصق للحوار بتاع اول مشهد بالمنظر ده علشان بحيث نقدر نخلي الشخصيات بتاعتنا تتكلم اللي موجوده في الفيديو. وبعد كده هنضغط هنا على جنريت او توليد وهيبدا لنا دلوقتي في توليد اول فيديو بالمنظر اللي انت شايفه ده. وتعالوا كده يا شباب نشوف شكل الفيديو هيكون عامل ازاي بعد ما تم توليده. هنضغط هنا على الفيديو. انت مطرود، لا مكان للفاشلين في شركتي.
واو، زي ما انت شفت كده النتيجه طالعه اسطوريه جدا، وزي ما انت شفت كده الفيديو مفيش فيه اي اخطاء تماما. التحريك طالع مظبوط جدا، والكلام برضو كان طالع مظبوط جدا، ومفيش تقريبا اي خطا في اللغه العربيه. الصراحه الفيديو اكتر من روعه. وزي ما انت شفت كده الموديل بتاع لايت برضو بيطلع نتائج كويسه جدا. لو عجبنا الفيديو وعايزين نحمله عندنا، هنطلع فوق هنا ونضغط على داونلود، بعد كده نضغط هنا على 720 بي، والفيديو يتحمل معانا في خلال ثواني. انت حرفيا بقى هتقدر بالطريقه دي تحول بقيه المشاهد بتاعتك التانيه الى فيديوهات. هتعمل بالظبط نفس الكلام اللي احنا عملناه من شويه بدون اي اختلاف. تاني طريقة يا شباب هنستخدمها لتحويل الصور بتاعتنا الى فيديوهات هتكون عن طريق موقع جيميني جن اي اي. لو انتوا متعرفوش يا شباب، الموقع ده شرحته قبل كده، والموقع ده يا شباب اجمل حاجة فيه ان هو مجاني تماما. ايوه زي ما انت سمعت كده، هو موقع مجاني تماما. الموقع ده اول ما تيجي تسجل عليه هتاخد 40 كريدت بشكل مجاني، ولكن ما تقلقش احنا حرفيا مش هنستخدم 40 كريدت دول خالص، لان حرفيا الفيديوهات اللي انت هتولدها من خلال الموقع ده بتكون مجانيه تماما، يعني حرفيا هتكون بصفر كريدت. ولكن يا شباب احنا بقى في الموقع ده مش هنستخدم الموديل بتاع فيو 3، احنا يا شباب هنستخدم الموديل بتاع جروك. فاللي انت هتعمله هتضغط هنا عندك على الاستوديو، هتضغط هنا على جروك بالمنظر ده، وزي ما انت شايف كده مكتوب جنبيه فري لان هو حرفيا مجاني تماما. بعد كده تضغط هنا على ايمج ريفرنس، بعد كده تضغط هنا على سيلكت فايلز، وهترفع من هنا الصوره بتاعه المشهد اللي انت عايز تحوله الى فيديو. انا مثلا هرفع صوره المشهد ده واضغط هنا على اوبن، واول ما الصوره تترفع عندنا بالمنظر ده هننزل تحت هنا عند برومبت ونكتب هنا الديسكرايب او الوصف اللي احنا عايزينه للفيديو بتاعنا. زي ما احنا قلنا هنرجع تاني على الاداه اللي انا صممتها، بعد كده تروح هنا عند اوامر التحريك، وبعد كده هتروح هنا عند المشهد بتاعك وهتاخده كوبي بالمنظر ده. هترجع تاني على الجيميناي جن وهتعمل هنا بيست او لصق للامر بتاع التحريك، بعد كده هننزل تحت سطر بالمنظر ده، بعد كده نرجع تاني على الاداه وهنروح هنا عند الفويس اوفر سكريبت وهناخد الحوار بتاع المشهد اللي احنا عايزينه. بعد كده هتعمل هنا بيست او لصق للحوار بتاعك بالمنظر ده، ومن هنا هتختار الماس ده اللي هو من 9 ل 16، ومن ريزوليوشن هنا او دقه الفيديو هتختار هاي اللي هي بتكون بدقه 720 بي اتش دي، ومن الديوريشن هنا هتخليه على 6 ثواني زي ما هي. ولو انت خدت كده بالك هتلاقيه بيقول لي لتوليد الفيديو ده هياخد مني 0 كريدت، يعني حرفيا حتى مش هتستهلك كريدت واحد، يعني انت هتعمل الفيديو ده بشكل مجاني بالكامل. بعد كده نضغط هنا على جنريت ويز جروك علشان يبدا لنا في توليد الفيديو بالمنظر اللي انت شايفه ده. ولكن انصحكم يا شباب ان مفيش حد يعتمد على الشاشه دي بتاعه توليد الفيديو، لانها حرفيا بتتاخر جدا. يعني ممكن تلاقي الفيديو عمل 5 او 10% وهتلاقيها انها زي ما هي على 0%، يعني اللي انا بقصده بيكون فيه تاخير. فمن الافضل يا شباب نضغط هنا على هيستوري، بعد كده هتطلع فوق هنا وتضغط عندك على ريفرش، وخلي بالك عشان الخطوه دي مهمه جدا. وزي ما انت شايف كده هتلاقي ان الفيديو بتاعك بيتم توليده هنا بالمنظر ده. ولكن برضو خلي بالك ان الموقع ده بيتاخر شويه في توليد الفيديو، لان الموقع ده بيكون عليه ضغط شديد جدا، لان هو موقع مجاني بالكامل. فحاول كل شويه تطلع فوق هنا وتضغط على ريفرش لحد ما الفيديو بتاعك يتم توليده بالكامل. زي ما انت شايف كده هتلاقي لما عملت ريفرش كتب لي دلوقتي 5%. فخلي بالك الخطوه بتاعت الريفرش دي مهمه جدا، عشان انت ممكن يكون الفيديو بتاعك تم توليده من زمان ولكن هتلاقي ان هو لسه معلق مثلا على 5% او 10%، فخلي بالك يعني من النقطه دي. وزي ما انت شايف لما عملت ريفرش تاني عمل لي دلوقتي 95% من الفيديو، وزي ما انت شايف دلوقتي الفيديو بقى 100%. خلينا نضغط هنا فوق على اخر مره على ريفرش، وبالفعل في خلال تقريبا دقيقه او دقيقه ونص تم توليد الفيديو بالكامل. فخلينا كده نضغط هنا علشان نشوف شكل الفيديو هيكون عامل ازاي. هنضغط هنا ضغطه كده، بعد كده هنضغط هنا ضغطه. لكنني لم أفعل شيئا، يوما ما سأثبت لك من أنا. زي ما انت شفت كده برضه الفيديو شكله تحفه جدا، وطبعا زي ما انت خدت كده بالك هتلاقي ان دقه الفيديو طالعه رهيبه جدا، وبرضه زي ما انت سمعت كده هتلاقي ان الكلام اللي كان باللغه العربيه كان طالع مظبوط جدا وبدون اي اخطاء. لو يعني الفيديو عجبك وعايز تحمله هتنزل تحت هنا وتضغط على داونلود والفيديو يتحمل معاك في خلال ثواني. انت بقى حرفيا بتقدر عن طريق الموقع ده انك تولد فيديوهات باستخدام النموذج بتاع جروك بشكل مجاني وحرفيا بلا حدود، كانك بالظبط تستخدم الموقع الرسمي بتاع جروك ولكن من موقع تاني. وللعلم يا شباب الموقع ده انا شرحته في الفيديو ده، عشان كده يبقى اتفرج على الفيديو ده، لان انا اتكلمت فيه ازاي تقدر تستخدم موقع جروك نفسه ولكن بدون ما تدخل على الموقع الرسمي بتاع جروك، فشارح فيه 5 طرق. فانصحك تبقى تتفرج على الفيديو ده بعد ما تخلص الفيديو اللي انت بتتفرج عليه، عشان صدقني هيفيدك جدا. لو عايز ترجع تاني علشان تكمل توليد الفيديوهات هتضغط هنا على استوديو وهتعمل بقى نفس الكلام اللي احنا عملناه من شويه مع بقيه المشاهد بتاعتك، بحيث تقدر تحول جميع المشاهد بتاعتك الى فيديوهات. وزي ما انت شايف كده ما خدش مني تماما اي كريدت، وال 40 كريدت زي ما هم ما نقصوش تماما. اما بقى شباب تالت موقع
هنقدر من خلاله نحول الصور بتاعتنا الى فيديوهات، وهي يا شباب هتكون عن طريق اليوتيوب. ايوه زي ما انت سمعت كده، انت دلوقتي حاليا هتقدر عن طريق اليوتيوب انك تصنع فيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وكمان بشكل مجاني بالكامل. والمفاجأة كمان انه هتقدر تعمل الكلام ده من خلال الموبايل بتاعك. يعني لو انت بتستخدم الموبايل لعمل الفيديوهات دي فألف مبروك ليك. ولكن الصراحة يا شباب عشان ما اكدبش عليكم، انا مش هشرح في الفيديو ده الطريقة دي، لان انا بالفعل عامل عنها اصلا فيديو كامل اللي هو الفيديو ده، فانصحك تبقى تتفرج على الفيديو ده لان انا شرح فيه الطريقة دي بشكل تفصيلي. والطريقة يا شباب سهلة جدا ومجانية بالكامل، لان انا الصراحة مش عايز اطول الفيديو اكتر من كده. عموما انت هتلاقيني سايب لك رابط الفيديو ده تحت في وسط الفيديو في اول تعليق مثبت عشان تبقى تتفرج عليه بعد ما تخلص الفيديو ده. ويلا بينا عشان نروح على اخر خطوة وهي المونتاج. هتفتح عندك اي برنامج للمونتاج. انا عن نفسي يا شباب بستخدم برنامج كاب كات. بعد ما ترفع الفيديوهات بتاعتك على كاب كات هتسحب اول مشهد وتنزل بيه تحت هنا في التايم لاين بالمنظر ده. بعد كده هتنزل وراه بالمشهد التاني وهنسحب المشهد التالت وننزل برضه بيه، وهترتب بقيه المشاهد بتاعتك بالمنظر ده. بعد ما ترتب المشاهد بتاعتك بالمنظر الجامد جدا ده، لو انت كده اخدت بالك هتلاقي ان هنا تحت في العلامه المائيه بتاعه فيو 3، وعلشان نقدر ننزلها بكل سهوله بدون ما نبوظ شكل الفيديو هتحدد على جميع المقاطع بتاعتك بالمنظر ده. بعد كده تضغط عندك على كليك يمين من الماوس وتضغط هنا على كرييت كومباوند كليب، وهتلاقي ان كل المقاطع بقوا جوه مقطع واحد فقط بالمنظر اللي انت شايفه ده. علشان بقى نقدر ننزلها علامه 100 دي هنسحب الفيديو من الجنب كده بالمنظر ده لحد ما العلامه المائيه بتاعت فيديو تختفي بالمنظر ده. زي ما انت شايف كده العلامه المائيه شكلها ما بقاش باين تماما، ولو احنا كده بصينا على الفيديو زي ما انت شايف هتلاقي ان العلامه المائيه اختفت تماما من الفيديو، كأن اصلا ما كانش فيه علامه مائيه جوه الفيديو من الاساس. لو انت كده بالنسبه لك كل حاجه تمام هنطلع فوق هنا ونضغط على اكسبورت، ومن هنا هنختار المنطقه اللي احنا عايزين نحفظ فيها الفيديو. انا مثلا هحفظ الفيديو هنا وهضغط بعد كده على سيلكت فولدر واعمل نفس الاعدادات اللي انا عاملها ديت. بعد كده تضغط هنا على اكسبورت تاني والفيديو هيبدا يترندر عندك في خلال ثواني. تعالى بقى اوريك كده شكل النتيجه اللي طلعت معايا بعد ما خلصت الفيديو معاكم. فهنضغط هنا عشان نشوف النتيجه. أنت مطرود، لا مكان للفاشلين في شركتي. لكنني لم أفعل شيئا. يوما ما سأثبت لك من أنا. عندما تغلق الأبواب تفتح الإرادة آفاقا جديدة. البداية من الصفر ليست نهاية العالم، بل هي البداية الحقيقية. بعد مرور عامين أصبح الموز ملك السوق. سيدي أنا أحتاج لعمل، أرجوك سامحني. أنا لا أنسى من ظلمني، لكنني أيضا لا أرد الإساءة بالإساءة. ابدأوا العمل غدا. زي ما انت شفت كده الفيديو كان ممتاز جدا من جميع النواحي. تقدر بقى حرفيا بالطريقه السهله جدا والبسيطه دي تصنع النوع ده من المحتوى بدون ما يكون تماما عندك اي خبره. وطبعا الاداه دي هتساعدك جدا في صناعه النوع ده من المحتوى لانها حرفيا بتختصر عليك وقت ومجهود كبير جدا. زي ما انت شفت كده يا شباب انا حرفيا ما بخلتش عليكم باي معلومه، فاتمنى منكم برضو ما تبخلوش عليا بلايك وسبسكرايب وانكم تفعلوا زر الاشعارات علشان يوصل لكم كل فيديو جديد اول ما ينزل ان شاء الله. كان معكم سونيك، ان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. في امان الله.